بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة تانية إعدادي وفي درس جديد من وحدتنا الأخيرة، آخر وحدة معنا في الفصل الدراسي الأول. درسنا النهاردة بيتكلم عن الحضارة اليونانية. برضو بلاد اليونان من البلاد اللي قامت فيها الحضارات القديمة أو حضارات الغرب. طب الحضارة اليونانية يا مستر قامت فين؟ يلا مع بعض نشوف موقع بلاد اليونان. نشوف مع بعض الخريطة دي الأول عشان نعرف المدن اللي قامت فيها الحضارة اليونانية. عندنا مدينة مقدونيا اللي اتولد فيها الإسكندر الأكبر، عندنا مدينة إسبرطة، عندنا مدينة أثينا. دي كلها مدن الحضارة اليونانية. عندنا مدينة طروادة، عندنا مدينة كريت أو بسميها جزيرة كريت. لو بصينا للحضارة اليونانية دي هنلاقيها إنها بتقع في جنوب شرق قارة أوروبا، يبقى موجودة في جنوب شرق قارة أوروبا، بتطل على بحرين، البحر المتوسط والبحر الآيوني. طب الموقع ده يا مستر موقع جغرافي مهم، بتطل على بحرين. طب ما نتائج أو بما تفسر أهمية الموقع الجغرافي لليونان؟ أدى إلى سهولة التواصل مع الحضارات الأخرى، زي الحضارة دي حضارة فينيقيا وزي الحضارة المصرية القديمة. يبقى موقع الجغرافي لبلاد اليونان عمل إيه؟ ساعد على سهولة التواصل مع الحضارات القديمة زي حضارة بلاد فينيقيا وحضارة مصر. بعد كده برضو بلاد اليونان بتعتبر البوابة الشرقية لأوروبا، لأن عن طريقها انتقلت حضارات الشرق إلى قارة أوروبا. يبقى ده أهمية الموقع الجغرافي لبلاد اليونان. هناخد بعد كده حضارات بلاد اليونان القديم، ناخد مدينة مدينة ونعرف حضارتها. أول مدينة عندنا أو أول حضارة عندنا حضارة كريت اللي موجودة في البحر المتوسط. نشأت حضارة كريت دي في جزيرة اسمها جزيرة كريت، موجودة فين؟ موجودة في البحر المتوسط. طب يا مستر كريت دي كان لها علاقات مع مصر؟ أيوة كان لها علاقات مع مصر. يبقى حضارة كريت نشأت في جزيرة كريت، كان لها علاقات تجارية وثقافية مع مصر، وهناخدها قدام في التواصل ما بين حضارة اليونان والحضارة المصرية. طب العلاقات التجارية والثقافية اللي مع مصر دي كان في عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة، واستوردت من مصر ايه؟ البردي والعاج والذهب. الحضارة التانية حضارة اسبرطة. يبقى الحضارة التانية هي حضارة مين؟ اسبرطة. حضارة اسبرطة دي بقى كان نظامها نظام عسكري. يعني ايه يا مستر نظام عسكري؟ يعني كانوا بياخدوا الأطفال يربيهم تربية قاسية شديدة من أول ما يتولدوا. يبقى نظامهم نظام عسكري، بياخدوا الأطفال يخضعوا لتربية شديدة أو قاسية منذ الولادة. طب ليه؟ علشان يعدوا جيش قوي للاستعداد للحرب. يبقى لإعداد جيش قوي دائم للاستعداد لمين؟ للحرب. يبقى حضارة إسبرطة نظامها عسكري. الحضارة التالتة اسمها حضارة أثينا. حضارة مين؟ حضارة أثينا اللي هي قدامكم دي. طب حضارة أثينا يا مستر تميزت بإيه؟ حضارة أثينا كان فيها مصادر دخل كتيرة، يعني اللي مش عايز يشتغل بالزراعة هيشتغل بالصناعة، اللي مش عايز يشتغل بالصناعة هيشتغل بالتجارة. يبقى كان عندهم زراعة وصناعة وتجارة. كل ده ساعد على إيه؟ ساعد على التوازن ما بين طبقات المجتمع. يبقى طبقات المجتمع كانت قريبة من بعضها في المعيشة. المدن اليونانية دي كلها ضعفت ليه؟ نتيجة الصراع فيما منها، كانوا بيتعاركوا مع بعض وفي حروب مع بعض. فبعد ما ضعفوا كلهم سيطر عليهم مين؟ فيليب المقدوني أبو الإسكندر الأكبر، فوحد المدن دي كلها تحت زعامة فيليب المقدوني اللي هي مدينة إيه؟ اللي هي حضارة مقدونيا. وجي بعده ابن الإسكندر الأكبر علشان ينشر الحضارة اليونانية في أنحاء العالم. طب إيه هي ملامح الحضارة اليونانية؟ أول حاجة هناخدها من ملامح الحضارة هي الحياة السياسية. ركز معايا في الحياة السياسية لأنها أهم الملامح دي.
يعني ايه يا مستر؟ يعني نظام الحكم في اليونان كلها كان قايم ازاي؟ اول حاجه دويلات المدن. يعني ايه دويلات المدن؟ المدن كان بيحكمها حاكم، الحاكم ده كان بيقود الجيش، يبقى كل مدينة حاكم كان بيقود الجيش ويشرف على وضع القوانين مع مين؟ مع مجلس من الأعيان أو الأشراف أو الأغنياء. طب بعد دويلات المدن إيه اللي حصل؟ تراجعت سلطة الملوك والحكام دول، فسيطر الأستقراطيين على الحكم اللي هم النبلاء الأغنياء، دول سيطروا على الايه؟ الحكم. طب مين الارستقراطيين دول يا مستر؟ دول كبار ملاك الاراضي احتكروا الحكم، مما ادى الى ايه؟ الشعب قام عليهم بثورات عشان يشاركوا فين؟ عشان يشاركوا في الحكم. عشان كده ظهر النظام الثالث اللي هو النظام الايه؟ الديمقراطي او الحكم الديمقراطي. طب يعني ايه ديمقراطيه يا مستر؟ نظام حكم يختار فيه الشعب من يحكمه ويشاركوا برضه في وضع القوانين من خلال التصويت. يبقى هو نظام يختار فيه الشعب من يحكمه وبيشارك برضه في وضع القوانين. طب كان بيقوم عليه النظام الديمقراطي ده؟ على مشاركة المواطنين في الحكم ويعبروا عن رأيهم. اتنين، ان هم يختاروا القادة او الحكام عن طريق التصويت بدلا من الوراثة. مش بس كده، ده فيه نظام اسمه نظام استقلال القضاء، القاضي مستقل في حكمه مش مسيطر عليه اي حد. ليه؟ لضمان العدالة بين الجميع. يبقى ده دويلات المدن، حاكم مدن، بعد كده حكم الاستقراطيين، بعد كده الحكم الايه؟ الديمقراطي. بوصلوا للديمقراطية. بعد كده الحياة الاقتصادية. طبعا الحياة الاقتصادية يعني زراعة وصناعة وتجارة. يلا مع بعض نشوف اليونانيين عملوا ايه في الثلاثة. اول حاجة الزراعة. الزراعة اليونانيين ما اعتمدوش على الزراعة فقط في الحياة الاقتصادية بتاعتهم. ليه يا مستر ما اعتمدوش على الزراعة اعتماد كلي؟ لانهم عندهم قلة في الاراضي الزراعية. يبقى لم يعتمد اليونانيين على الزراعة لقلة الأراضي الإيه الزراعية عندهم. طب التجارة، اعتمدوا على التجارة مع المدن الأخرى. التجارة يعتبر كان النشاط الأساسي، حتى التجارة ده أدت إلى ازدهار المدن وجعل اليونان من أغنى الحضارات في العالم في الوقت ده. يبقى اعتمدوا على التجارة مع المدن الأخرى. طب الصناعة يا مستر؟ الصناعة قلنا عملوا صناعة السفن والفخار والأسمدة. يلا مع بعض ناخد الحياة الفكرية والحياة العلمية. الحياة الفكرية والعلمية كانت مهمة عند اليونانيين، وبالذات علم اسمه علم الفلسفة، لأنهم هم أول من اخترعوا أو أنجزوا علم مين؟ علم الفلسفة. حتى كان عندهم فلاسفة كتار زي سقراط وأفلاطون وأرسطو اللي اتعلم على إيده الإسكندر الأكبر ابن الإسكندر المقدوني. بعد كده في علوم أخرى. إيه هي العلوم الأخرى؟ أول حاجة الأدب اليوناني. كان عندهم ازدهار في الأدب اليوناني، أبدعوا في كتابة المسرحيات والشعر، وبرعوا برضو في علم الرياضيات والفلك. حتى كان عندهم أبو الطب أبوقراط. بعد كده العمارة والفنون. هناخد حاجتين من العمارة والفنون، هناخد العمارة وهناخد النحت. العمارة عملوا معبد اسمه معبد البارسينون، هنقوله دلوقتي. هناخد العمارة وهناخد النحت. معبد البارسينون دي من المعابد الضخمة اللي عملها مين؟ اللي عملها اليونانيين. طب البارسينون ده يا مستر موجود فين؟ موجود في أثينا. طب كان بيتميز بإيه؟ يلا نشوف صورته الأول. بيتميز بأعمدة ضخمة وزخارف جميلة. اسمه إيه؟ اسمه معبد البارسينون اللي هو قدامكم ده. بيتميز بأعمدته الضخمة وزخارفه الجميلة، كان موجود في أثينا. طب النحت، نحتوا تماثيل. حتى التماثيل اللي نحتوها ده اهي اظهروا فيها التفاصيل الواقعية بدقة، يعني اظهروا الواقع بدقة في التماثيل اللي عملوها. يبقى عندنا معبد البارسينون في أثينا. الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية، ايه العلاقة ما بين الاتنين؟ ازدهرت العلاقة طبعا ما بين الحضارة المصرية واليونانية خصوصا في عهد الدولة الحديثة، حتى في عهد تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ليه؟ اديني دليل. حتى في نقوش مصرية كان بتصور سكان من جزيرة كريت وبيقدموا الهدايا لمين؟ لملوك مصر. يبقى نقوش بتظهر سكان كريت وهم يقدمون الهدايا لملوك مصر. طب يلا نعرف كنا بناخد ايه من اليونانيين، بنستورد ايه وبنصدر ايه.
استوردت مصر من اليونانيين الفخار والزيوت والأخشاب. طب مصر صدرت إيه؟ مصر صدرت الذهب والأحجار الكريمة. يبقى ده تواصل ما بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. يلا بعد كده نعرف الحكم الثاني اللي جه بعد إسبرطة وأثينا المقدونيين. مصر تحت حكم الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر جه مصر وفتح مصر وكان بيحارب الفرس في جميع أنحاء العالم. الإسكندر الأكبر تتلمذ على يد الفيلسوف أرسطو من فلاسفة الإغريق أو اليونان. تولى الحكم وهو عنده 20 سنة بعد وفاة الملك فيليب الثاني المقدوني. طبعا وصل الإسكندر سياسة والده في تقوية الجيش علشان يهزم مين؟ الفرس. دخل الإسكندر مصر 332 قبل الميلاد ورحب به المصريين. ليه؟ لأنه هيخلصهم من ظلم الفرس، واختار موقع كويس أو استراتيجي عند قرية اسمها قرية راكودة، كانت على البحر اللي هو البحر المتوسط، عشان يأسس اسكندرية. طب هو أسس اسكندرية ليه أو بنى اسكندرية ليه؟ عشان تكون مركز للثقافة اليونانية وجسر يربط بين الحضارتين المصرية والحضارة اليونانية. من أعماله برضو أعاد تنظيم الحكم وقسم البلاد لقسمين تحت حكم حاكمين مصريين، وبرضو عين حكام يونانيين للمناطق الحدودية. يبقى عين في المناطق الحدودية حكام يونانيين، أما قسم مصر لقسمين تحت حكام مصريين. بعد كده هناخد إيه؟ هناخد مصر تحت حكم البطالمة. مات الإسكندر الأكبر عنده 33 سنة وما كانش له وريث. طب الإمبراطورية اللي عملها هيعملوا فيها إيه؟ عشان كده لو قلت لك ما نتائج وفاة الإسكندر الأكبر، أدى إلى تقسيم إمبراطوريته بين قواده، وكانت مصر من نصيب مين؟ بطلميوس ابن لاجوس اللي احنا بنسميه بطلميوس الأول. خضعت مصر تحت حكم البطالمة دول حوالي 3 قرون، يعني 300 سنة. ده بطليموس ابن لاجوس أو بطليموس الأول. حكم البطالمة لمصر كان حكم ملكي، حكم وراثي. يبقى حكموا 3 قرون كان حكمهم ملكي وراثي. يلا نراجع مع بعض تاني اللي احنا شرحناه. قلنا الحضارة اليونانية موقع بلاد اليونان جنوب شرق أوروبا، بتطل على بحرين، البحر المتوسط والبحر الأيوني. الموقع الجغرافي ده مهم ولا مش مهم؟ طبعا مهم. طب أدى إلى إيه؟ ساعد على سهولة التواصل مع الحضارات الأخرى زي الحضارة الفينيقية وزي الحضارة المصرية القديمة. 2. تعتبر بلاد الإغريق البوابة الشرقية لأوروبا، فانتقلت من خلال بلاد الإغريق يعني أو اليونانيين إنجازات حضارات الشرق إلى أوروبا. حضارات بلاد اليونان قلنا حضارة كريت نشأت في جزيرة كريت، كانت حضارة تجارية وثقافية وكانوا في علاقات مع مصر. استوردت مصر منهم نبات البردي والعاج والذهب. يبقى نبات البردي والعاج والذهب. حضارة بعد كده اسمها حضارة إسبرطة، ده نظام عسكري بيربوا الأطفال تربية قاسية. ليه؟ عشان يعدوا جيش قوي دائم للاستعداد للحرب. يبقى الإعداد جيش قوي دائم للاستعداد للحرب. يبقى حضارة إسبرطة حضارة عسكرية. حضارة أثينا كانت بتتنوع في مصادر دخلها، كان عندها مصادر ياما، كان عندها زراعة وصناعة وتجارة. ده ساعد على إيه؟ كان في توازن بين طبقات الشعب أو مستويات المعيشة في الشعب. نتيجة الصراع بين المدن الإغريقية اللي عدت دي كلها ضعفت المدن دي، ونجح فيليب المقدوني في توحيدها تحت حكم مقدونيا، ومهد لنشر الحضارة الإغريقية على يد مين؟ على يد الإسكندر الأكبر. بعد كده ملامح الحضارة اليونانية، الحياة السياسية. أول حكم في اليونان كان حاكم، كان كل مدينة لها حاكم. الحاكم ده كان بيقود الجيش وبيشرف على وضع القوانين مع مجلس من الأغنياء أو مجلس من الأعيان. بعد كده صاروا على الحكام دي أو الملوك دي والأرستقراطيين مسكوا الحكم. الأرستقراطيين دول كبار ملاك الأراضي الزراعية، احتكروا الحكم
ده خلى الشعب يقوموا بثورات على مين؟ على الأرستقراطيين، ويطلبوا إنهم يشاركوا في الحكم، فظهر النظام الديمقراطي أو الحكم الديمقراطي. الديمقراطية هي نظام حكم يختار فيه الشعب من يحكمه ويشارك في وضع القوانين عن طريق التصويت. وقلنا الديمقراطية لها مبادئ: أول حاجة مشاركة المواطنين في الحكم. 2 اختيار القادة بالتصويت وليس بالوراثة. 3 استقلال القضاة لضمان العدالة بين الناس، يبقى القاضي مستقل عشان يحكم بالعدل. بعد كده الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية قلنا زراعة وصناعة وتجارة. الزراعة لم تعتمد على الزراعة، أو لم تعتمد بلاد اليونان على الزراعة فقط في الاقتصاد لقلة الأراضي الزراعية اللي كانت عندهم. الصناعة برع اليونانيين في صناعة السفن، لأن عندهم بحار بيطلوا على بحار، وصناعة الفخار، وصناعة الأسلحة. التجارة اعتمدوا على التجارة مع المدن الأخرى، وساعد ذلك على ازدهار المدن الإغريقية. بعد كده الحياة الفكرية والعلمية. كانت الفلسفة أبرز إنجازات اليونانيين للعالم. الفلسفة طالعة من عندهم، يبقى كانت الفلسفة اليونانية أساس للفكر الغربي فيما بعد. فلاسفة عندهم كان سقراط وأفلاطون وأرسطو. العلوم الأخرى اللي عندهم: ازدهر الأدب اليوناني، أبدعوا في كتابة الشعر والمسرحيات، برعوا في علم الرياضيات والفلك والطب. من أبرز علمائهم في الطب أبوقراط. العمارة عملوا معبد البارسينون. معبد البارسينون ده اتعمل في أثينا. المعبد ده كان بيتميز بأعمدة زي ما انتم شايفينه كده ضخمة وزخارف جميلة. الأعمدة دي متاخدة من عندنا من المعابد بتاعتنا. النحت، أتقنوا في نحت التماثيل وأظهروا التفاصيل الواقعية في التماثيل دي بدقة. بعد كده الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. الحضارة المصرية القديمة ازدهرت العلاقة ما بينها وبين الحضارة اليونانية، خصوصا في عصر الدولة الحديثة، في عصر الملك تحتمس الثالث كان في علاقات ما بين المصريين واليونانيين. طب اديني دليل يا مستر ان كان في علاقات في الدولة الحديثة في عهد تحتمس. ظهرت نقوش مصرية بتصور سكان من جزيرة كريت وهم بيقدموا الهدايا لملوك مصر، وكان فيما بينهم تبادل تجاري. استوردت مصر من جزيرة كريت الفخار والزيوت والأخشاب. طب احنا صدرت مصر لجزيرة كريت ايه او لليونانيين ايه؟ الذهب والأحجار الكريمة. بعد كده مصر تحت حكم الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ولد في مقدونيا، تتلمذ على يد الفيلسوف الكبير أرسطو، تعلم القيادة، تولى الحكم هو عنده 20 سنة بعد وفاة أبوه فيليب الثاني المقدوني. والإسكندر اتبع سياسة أبوه في تقوية الجيش وتوسيع نفوذه أو إمبراطوريته. دخل مصر 332 قبل الميلاد ورحب به المصريين لأنه هيخلصهم من حكم الفرس، وعمل مدينة اسكندرية لتكون مركز للثقافة اليونانية وجسر يربط ما بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. وعاد تقسيم مصر إلى قسمين تحت حكام مصريين، أما المناطق الحدودية كانت حكام يونانيين. بعد ما مات الإسكندر الأكبر قسمت إمبراطوريته على قواده. كانت مصر من نصيب مين؟ بطليموس ابن لاجوس اللي هو بطليموس الأول، فعمل دولة اسمها دولة البطالمة استمرت حوالي 3 قرون. كان حكم البطالمة لمصر حكم ملكي وراثي. بعد كده الناحية الإدارية. إداريا مصر في عهد اليونانيين أو البطالمة أصبحت اللغة اللي عندهم اللغة اليونانية تعتبر اللغة الرسمية للإدارة والحكم في مصر. بس أهم حاجة عندهم كانت الناحية الدينية. تقرب البطالمة من المصريين، والمصريين حافظوا على ديانتهم التقليدية. يعني إيه يا مستر؟ يعني احترم البطالمة ديانة المصريين وعملوا ديانة مشتركة ما بين الحضارة المصرية
وحضارة البطالمة أو الحضارة البطلمية. اسمها عبادة إيه؟ عبادة سرابيس. يبقى سرابيس دي عبادة مشتركة ما بين الديانة المصرية والديانة الإغريقية أو اليونانية، واحترموا المعبودات المصرية وبنوا لها المعابد. طب يا مستر، أشهر ملوك دولة البطالمة في مصر هم مين؟ أول واحد طبعا اللي أسس دولة البطالمة في مصر بطليموس ابن لاجوس، أو بنسموه بطليموس الأول. بطليموس الأول ده اللي مسك مصر بعد الإسكندر ما توفى، وتخلص من منافسيه ووطد حكمه في مصر، وأعلن استقلال مصر عن إمبراطورية الإسكندر. جه بعده بطليموس الثاني. بطليموس الثاني من الشخصيات اللي كانت بتحب الثقافة. أكمل بناء مكتبة اسكندرية، يبقى كان محبا للثقافة وأكمل بناء مكتبة اسكندرية. عشان كده لو قلت لك دلل كان محب للثقافة، كمل مكتبة اسكندرية. بطليموس الثالث ده أجرى تصليح، يعني صلح التقويم المصري، إن هو أضاف للتقويم ده يوم كل 4 سنوات عشان التقويم المصري يبقى شبه التقويم بتاع السنة الشمسية. مش بس كده، ده اهتم بالمعابد وعزز العلاقات مع رجال الدين أو الكهنة، وبرضه خفف الضرائب عن المصريين، وبعض الأحيان رفع الضرائب عن المصريين، عشان كده كانوا بيسموه بطليموس الخير. كليوباترا السبعة دي آخر ملوك دولة البطالمة. انتهت حياتها بهزيمتها في معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية، اللي كانت ما بين الرومان والبطالمة. المعركة دي كانت عام 31 قبل الميلاد، وانتهت بعدها دولة البطالمة وبدأ الرومان يحكمون مصر. التواصل ما بين الحضارة المصرية والحضارة اليونانية. تأثر الحضارة اليونانية بالحضارة المصرية تأثروا في إيه؟ تأثروا في نحت التماثيل بالوقفة المستقيمة، وبرضو المعابد عملوا فيها الأعمدة ذات التيجان، خدوها من الأعمدة أو المعابد المصرية. يبقى تأثروا بالمصريين في نحت التماثيل وتصميم الأعمدة ذات التيجان زي معبد البرسينون. وبرضو زار العلماء والفلاسفة اليونانيين مصر زي فيثاغورس وزي أفلاطون، وتعلموا من الكهنة المصريين. والأدب برضو اليوناني تأثر بالأساطير المصرية. نراجع تاني اللي احنا قلناه. الناحية الإدارية قلنا أصبحت اللغة اليونانية اللغة الرسمية في الإدارة والحكم. الناحية الدينية حافظ المصريين على عبادتهم، والبطالمة عملوا للآلهة المصرية معابد جديدة، وظهرت عبادات مشتركة ما بين اليونانيين والمصريين زي عبادة سرابيس. وبرضه اليونانيين احترموا المعبودات المصرية وبنوا لها المعابد. أشهر ملوك البطالمة قلنا بطليموس الأول، وطد حكمه في مصر وتخلص من منافسيه، وأعلن استقلال مصر عن إمبراطورية مين؟ الإسكندر. بطليموس الثاني كان محب للثقافة، عشان كده كمل بناء مكتبة اسكندرية، عشان كده كان محبا لمين؟ للثقافة. هيجي بعده بطليموس الثالث أو بيسموه بطليموس الخير. أضاف يوم لكل 4 سنوات للتقويم المصري عشان يبقى زي السنة الشمسية. اهتم بالمعابد وتعزيز العلاقات مع رجال الدين. كليوباترا السبعة دي آخر ملوك البطالمة في مصر. اتهزمت في معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية، كانت ضد البطالمة ضد الرومان. اتهزمت في المعركة دي كان عام 31 قبل الميلاد، وأصبحت مصر ولاية رومانية. تأثر اليونانيين بالمصريين في نحت التماثيل وتصميم الأعمدة ذات التيجان زي معبد البرسينون اللي عملوا فيه أعمدة. زاروا العلماء والفلاسفة اليونانيين مصر زي فيثاغورس وأفلاطون، والأدب بتاعهم تأثر بالأساطير المصرية. كده بخلصنا أول درس في الوحدة الأخيرة. تابعوني في شرح المنهج، مع تحياتي مستر جبر.